طيب لو جيت قلت لك ان كاس العالم بنظامه الجديد موجود فيه انديه اوروبيه وعربيه وافريقيه ومصريه وكمان امريكا الجنوبيه. في كاس العالم الجديد ب 32 فرقه متقسمين لثمان مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق. فجاي اكلمك يا معلم والله بكل بساطه عن كاس العالم بنظامه الجديد، ويرسم لك حلقات كده يا معلم قبل كاس العالم لحد كاس العالم. كل فرقه هنتكلم عليها في المجموعه، ونبدا الاول بمجموعه الايه. فهنبدأ المجموعة اللي فيها النادي الأهلي، المجموعة A والمجموعة الأولى هنتكلم عليها، وهنتكلم عن شوية تفاصيل اللي بتضم فيها انتر ميامي وبالميراس وبورتو والنادي الأهلي. بس الرجوع الشامبيونشيب والعرب عاوز جهاز ماجد دي منتدى، ودي حلقة المجموعة A في كأس العالم بنظامه الجديد. يلا بينا نخش في الحلقة. لو جينا بصينا على كأس العالم الجديد بنظامه الجديد هنلاقي عندك اللي هم 32 فريق متقسمين لثمان مجموعات، كل مجموعة فيها أربع فرق. ولو جينا بصينا على المجموعة الأولى اللي بتضم الأهلي وبورتو وبالميراس وبطل MLS وبطل أفضل لاعب في التاريخ وأفضل لاعب في العالم ميسي، وانتر ميامي اللي موجودة في المجموعة الأولى وهو مستضيف البطولة، فعشان كده هو موجود في المجموعة الأولى. في مجموعة الافتتاح هيقابل الأهلي أول ماتش في البطولة. طبعا أنا عارف إن أنت يا معلم مش أول مرة تتابع كرة قدم، فأنت عارف إن كأس العالم بيصعد منه أول اتنين بس في المجموعة. لو جيت برضه بصيت على شوية المدربين اللي موجودين في الساحة أو الموجودين في المجموعة ديت، هتلاقي إن فايو هو مدرب الأهلي الجديد بعد عماد النحاس وكولر. هتلاقي إن بالميراس جايبة مدرب اسمه عادل فيريرا، وهتلاقي برضو ان بورتو جايبه مدرب اسمه مارتن ارنستليني، والناحيه التانيه انتر ميامي جايبه اسطوره برشلونه في الدفاع واسطوره الارجنتين هو ماسكيرانو. هو باين ميسي جايب صحابه زي ألابا وسواريز، وجايب مودريتش اللي بيفكروا ان هم يجيبوه، وجايب ماسكيرانو يبقى مدربهم. طيب انا مش عارف انك عارف في الحوار ده ولا لا، بس ان بالميراس والاهلي وبورتو وانتر ميامي مفيش حد فيهم اتقابل غير الاهلي وبالميراس قبل كده في تاريخهم كله. اللي اتقابلوا مرتين بس، مرة كانت هزيمة الأهلي ومرة كانت التعادل وفوز الأهلي في بلانتياد عشان يبقى واخد البرونزية. وفي سنة من السنين كان الأهلي خد البرونزية على حساب بالميراس ببلانتياد. فانت لو جيت بصيت في مجمل الماتشات كلها في المجموعة، الأهلي وبالميراس بس اللي اتقابلوا في تاريخهم قبل كده، مرة تعادلوا ومرة بالميراس كده. طب هنيجي نتكلم في الأول كده يا معلم والله عن مستضيف البطولة وعندهم أحسن لاعب في التاريخ، هو انتر ميامي. وهنبدأ بانتر ميامي. انتر ميامي اللي حرفيا يبقى عنده عامل ممتاز قوي انه يا معلم والله هو مش هيسافر، ورحله السفر كبيره قوي عند اي نادي بيلعب في البطوله مهما كان هو فين، لان السفر من اوروبا لامريكا او حتى من افريقيا لامريكا او من اسيا لامريكا ومن اي حته لامريكا هتبقى واسعه قوي. فانتر ميامي عنده عامل غير انه بيلعب برضه وسط جمهور، وسط الحماس بتاع الجمهور. والله هو يا معلم عنده عامل كبير قوي ان هو عنده اريحيه ان هو مش هيسافر. غير كده انت اصلا عنده كميه نجوم ودجاج بالنجوم مش الطبيعيين. بس يا معلم والله هو الذهن في العتاقي. اللعيبه دي عندها خبرات تلعب في اي حته. ما هقول لك شويه لعيبه بيلعبوا عندهم في النادي، هو ميسي والابا وسواريز وبوسكيتس. فيا معلم والله اللعيبه دي تقوم اي فرقه مستريحه حتى لو هي بتلعب على الواقف. فانتر ميامي كان بيدعم وكان بيجيب اللعيبه دي عشان الوقت زي دوت هو عارف انه هيستفاد بيهم قريب قوي، وفعلا هو استفاد بيهم. الناحية التانية هو يا معلم والله بالميراس عنده شوية لعيبة مش كتير مش نجوم، يا معلم مش نجوم شباك زي ما انتر ميامي عندها نجوم شباك، وزي أندية كبيرة زي بورتو أو ريال مدريد عندهم نجوم شباك. بس يا معلم والله اللعيبة دي كانت بتلعب في أوروبا في أندية كبيرة زي وست هام وزي برشلونة. هتقول لي يا معلم والله هم جايبين نجم برشلونة، هقول لك يا معلم والله هم عندهم نجم من نجوم برشلونة اللي هم كانوا دافعين فيه فلوس 50 مليون. برشلونة واحد دفعت 50 مليون في لاعب برازيلي عشان يا معلم بعد كده يطلعوا ريال بيتيس. هوب بعد كده تلاقيه بالمواس تاني عادي جدا. فيتور روكي قال لك يا معلم اصل خليفه سواريز، اصل يا معلم ده بديل ليفاندوسكي، اصل بص المهاجم اللي انتوا جايبينه مكان اندريك، احنا انتوا رحتوا جبتوا اندريك واحنا جبنا فيتور روكي. فيتور روكي بيلعب عادي فيتور روكي بيلعب كاس عالم وانت لا اي حاجه. فيا معلم باستثناء فيتور روكي ففليبي اندرسون هو نجم لاتسيو، نجم وست هام، واحد من نجوم الدوري الانجليزي، واحد من نجوم الدوري الايطالي، واحد من نجوم لاتسيو، بيلعب حاليا في كاس العالم للانديه في بالميراس. فيا معلم والله هم عندهم نجمين مش نجوم شباك بس يا معلم نجوم في المجموعة دي، هم قد المجموعة دي قوي. فبالميراس من الفرق اللي تخاف منها عادي جدا، وبالميراس من الفرق الصعبة اللي انت ممكن تقابلها. انا هنا جايب لك النجوم بتاع كل فرقة، بس انا مش جايب لك الفرقة كلها، انا جايب لك النجوم المعروفة او النجوم اللي جايين يلعبوا في اوروبا اللي فكروا انه يروحوا الاندية دي.
بورتو بقى يا معلم والله اللي صرفت شويه ونزلت على الدوريات الخمسه الكبرى وقالت لك يا معلم والله انا هجيب لاعب من اتلتيكو مدريد ومن اودونيزي، واروح اجيب لاعب من ارسنال، وهروح اشوف مين بيلعب فين واجيبه. وقال لك يا معلم انا راح اجيب لاعب في ارسنال. الواد ده انا مش فاهم ازاي ارسنال حاليا يعني فكرت انها تبيعه او تطلعه اعاره او تسيبه حتى يطلع من تحت ايديها. فابيو فييرا عشان يروح بورتو يكسر الدنيا يا معلم. فابيو فييرا ده وفيتينيا الاتنين كانوا مع بعض، وهوب يا معلم واحد راح باريس سان جيرمان فجر الدنيا، راح ارسنال الاصابات بوظته وما بيلعبش اساسي. فانا مش فاهم ازاي اصلا فكرت انها تسيبه او ترجعه تاني بورتو. وفي نفس الوقت كده نزل جابت شويه لعيبه اندونيسي ابرزهم بريز لاعب اندونيسي اللي يا معلم والله اما بصيت على ارقامه، اكيد أنا مش بتفرج على اندونيسي بس اما بصيت على ارقامه هو متالق قوي في اندونيسي من الفتره اللي فاتت. فيا معلم والله لاعب شباك ولاعب صغير واعتقد انه هيتخطف بعد كاس العالم. ولو انت فاكر اللاعب يا معلم اللي كان عليه خناقه في الصيف اللي فات ان هو يا معلم والله بيلعب في الافيز وبعد كده قال لك اتلتيكو مدريد ده اصل هو النادي الاساسي بتاعه وهيلعب في اتلتيكو مدريد. هوب ايه ده بعد كده راح تشيلسي وقال لك يا معلم ده نزل في لندن وهيمضي في لندن او بيلعب كاس عالم للانديه وموجود مع بورتو. اسامواه يا معلم والله اللاعب الغاني او الافريقي اللي يا معلم والله كان عليه خناقه الصيف اللي فات بيلعب في بورتو وبيلعب اساسي ومكسر الدنيا في بورتو، وشفناه قد ايه كان متالق الفتره اللي فاتت مع بورتو. وفي لاعب كده هقول لك حط عينك عليه اسمه مورا. مورا ده بص عليه يا معلم كاس عالم ده الواد ده صغير، الواد ده موهبه، الواد ده السنه الجايه بالكتير او بعد موسم الانتقال الجاي ده بالكتير هتلاقي الواد ده مفير ومبيك وكل انديه اوروبا بتتكلم عليه زي ما قلت لك قبل كده على جيوكيرس. وقال لك انا مش هنزل ايطاليا واروح اجيب لاعب اندونيسي بس، لا ده واحد جابت واحد في الدفاع محدش كان يعرفه غير ابوه وامه وشويه انديه في ايطاليا وشويه يعني اصحابه بس اللي على القهوه ايجالو او ديجالو اللي بيلعب في يوفي. فيا معلم والله واحد جابوا شويه دعيمات من انديه في اوروبا مش نجوم شباك برضه زيهم زي بالميراس، بس يا معلم والله هم حلوين قوي على المجموعه دي. بس في نفس الوقت هم قال لك يا معلم والله انا هروح ابيع شويه لعيبه عشان انا جبت فلوس كتير قوي وانا نادي استثمار اصلا فوق من الكلام اللي احنا فيها دي كلها. واحد باعت كونسيساو واحد بعته اليوفي قلت لك يا معلم هدي جاله وخد كونسيساو عبط احنا بقى عبط عبيط انا عبيط. وفي نفس الوقت راحت على سيتي قالت لك يا معلم والله نيجو كونزاليز خده شيله وهات فلوس ونبدا بقى نستثمر تاني ونشوف لعيبه تاني. ونيجي بقى البوب 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 الكبير اللي عمل شويه صفقات. عنب واحد جاب بن شرقي من العين القطري. قال لك يا معلم مش هيجي لوحده نجيب معاد رزقيه من العين القطري برضه. قال لك نطلع على قطر كان جنب قطر بالظبط. قال لك هنروح الوكره. قال لك هنروح الواقع ونجيب حمدي فتحي كده يا معلم نرجعه اعاره مع ممكن ان احنا نشتري بعد كاس العالم. جاب شويه اللعيبه الدكه برضه ولعيبه الدكه راح جاب في الدوري المصري لعيب زي سيحه اللي يا معلم والله قاعد دكه للشناوي واوفا. راح جاب عندك احمد رضا اللي جايبه من بتروجيت. راح جاب عندك العيش اللي جايبه اعاره من زد مع حقيقه الشرايط اللي ممكن يشتري عادي الفتره الجايه. راح رجع لاعبين من الاعاره زي ديانج اللي راح رجعه من السعوديه تاني، وراح رجع عبد القادر اللي برضه كان موجود في قطر. والله انت تلعب في اوروبا وقال لك اهلا بالرجاله الاوروبيه والرجاله والشقه. قال لك يا معلم انا عايز لاعب تونسي عندك في نص الملعب اسمه محمد بن رمضان. فالاهلي خلص محمد بن رمضان رجع احمد عبد القادر جاب العيش جاب احمد رضا رجع ديانج رجع تاني حمدي فتحي جاب بن شرقي وجاب الصفقة الكبيرة قوي اللي ممكن تبقى الصفقة القاضية قبل كأس العالم للأندية وخطفة من نادي الغريم عشان توقعه أكتر وأكتر. زيزو اللي خلاص يا معلم بنسبة كبيرة كل الإشاعات أي حاجة اتأكدت بعد اللي زيزو بيعمله كله هوب يا معلم والله ممكن تلاقي صفقة زيزو معلن عنها في أول العيد. وفي لعيبه بقت اون فاير عندك يا معلم زي امام اللي بقى اون فاير وطلع في الاخر هو هداف الدوري المصري. لاعب نص ملعب طلع هداف الدوري المصري عشان يصبح اول مره في تاريخ امام عاشور يطلع هداف الدوري في اي سنه من السنين امام عاشور كان بيلعب فيها في اي وقت من الاوقات. طيب هتقول لي يا معلم والله هو هيلعبوا ماتشات وديه ولا الحوار ده بالحب وخلاص وخلص على كده؟ هقول لك يا معلم والله الاهلي عنده ماتش ودي قدام باتشوكا والكلام ده اتاكد خلاص. بس الماتش هيتذاع ولا لا وهيتلعب في او الناس كلها شايفاه ولا لا لسه ما نعرفش. قال لك يا معلم والله اللي بورتو عنده ماتش قدام الوداد برضه لسه ما اتحددش هو امتى.
قال لك برضه يا معلم والله في كلام على انتر ميامي ان هو عنده ماتشات وديه، بس الكلام ده ممكن يتاجل او ممكن يتلغى خالص، لان انتر ميامي كده كده اوريدي اصلا الدوري لسه عندهم بيتلعب ولسه ما خلصش. وبرضه كذلك بالميراس اللي عنده برضه قصه ماتشات ان الدوري لسه ما خلصش، وعنده كونكاكاف وعنده بطولات القاريه عندهم في القاره. فيا معلم والله عنده ماتش يوم اثنين وعنده ماتش يوم 11. ماتش يوم 11 ده في كلام شويه انه ممكن يتلغى، وماتش يوم اثنين ده اساسي هيتلعب. فمعلم والله ممكن ما يلحقوش اصلا يلعبوا ماتش ودي. فالفرقتين الوحيدين اللي ممكن يلعبوا ماتشات وديه هو الاهلي وباتشوكا وبورتو والوداد، ده الماتشات الرسميه اللي اتحددت. بس عندك الناحيه الثانيه انتر ميامي وبالميراس ممكن وممكن لا. بس ده كان كلامنا عن المجموعه الاولى. المجموعه ايه باذن الله يبقى في حلقه كل يومين عن المجموعه لحد كاس العالم، ولحد ما نشوف يا معلم كل اخبار جديده، وهيبقى في نزلات في النص ان شاء الله. الفتره دي همتعكوا حلقات باذن الله. مش هنشيل ريال مدريد دي منتدى، ودي حلقه المجموعه الاولى في كاس العالم للانديه.